السلام عليكم. يلا بينا نعرف ازاي نعمل طعمية العدس بطريقة سهلة وجميلة. كوباية العدس هنغسلها وننقعها ساعة، ونحضر في الوقت ده الحاجات دي. عندنا جزرتين مبشورين وحزمة بقدونس مقطعة وخمس ست سبع كده فصوص توم وقرن شطة، ومعانا بصلة متوسطة الحجم، وهنحط عليهم كمون وبابريكا وملح. دي بس كل الحاجات اللي هنستخدمها. ادي العدس معانا وصفيته بقى، طبعا هو كان منقوع ساعة، صفيته. ابتدي بقى نشوف هنعمل فيه ايه. اول حاجة هنحطهم في الكبة شوية بشوية، وهنحط معاهم نفس التتبيلة بتاعتنا حبة بحبة عشان يختلطوا ببعض كده. بقى حطيت الكمية كلها وبدأت اخلطها كلها علشان كلهم يبقوا نفس النسبة من الملح والبهارات، لاني كنت بحطهم حبة بحبة عشان الكبة بتاعتي يا دوب كده تكفي كمية. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين كوباية العدس عملت كمية حلوة جدا. ابتدي بقى اقسميها وجبات. انا بالنسبة لي دي نص الكوباية حسب ما هو محطوط كده. حطيت كده لما جيت اعملها عملت حوالي 12 قرص من الطعمية، يعني نص كوباية عملت 12 قرص. فهي ما شاء الله بتدي كمية كبيرة جدا. ممكن ان انت بقى تزودي شوية البقدونس شوية. انا بصراحة دي الحزمة اللي كانت موجودة، فانا حبيت استخدمها واشوف بقى الطعمية هيبقى طعمها ايه. بصراحة طلعت خطيرة جدا جدا. ده بالاضافة للفوائد الكبيرة بتاعت العدس للجهاز الهضمي والفيتامينات اللي موجودة. يلا بينا بقى ندخلها على الفرن ونشوف هنعملها ازاي. هنا نص كوبايه العدس اللي انا كنت خدتها حطيت عليها بيضه، وهبتدي اقلبها كويس، وعلى طول اخد بقى معايا صينيه الكب كيك ودهنتها بفرشه بالزيت. على فكرة النوع ده من الفلافل طعمية العدس دي ما بتشربش زيت نهائي، غير انت بس تحطي الزيت بالفرشة كويس تحت علشان بس ما تلزقش في صينية الكب كيك. بحطها بالمعلقه كده وابتدي اسويها على خفيف، ما تضغطيش عليها قوي عشان ما تلزقش في الصينيه وتدوخك. انا كده عندي مش هاخد الكميه كلها، هاخد نصها بس على عدد افراد اسرتي. حاليا انا هعمل 6 اقراص بس، وهحفظ الباقي في التلاجة اعمله تاني يوم مش هيجرى له حاجه. وبالفرشه بمسح مسحه خفيفه جدا بالزيت، لان زي ما قلت لكم النوع ده من الطعميه ما بيشربش زيت. طبعا العدس ده يعني بالنسبة للألياف اللي موجودة فيه والزنك والفيتامينات خطير جدا. يعني هنغير كده طعمه، ونغير كمان أنواع الفيتامينات اللي احنا بنتناولها. وعلى فكرة دي وجبة صحية جدا جدا للناس اللي ما بيحبوش الزيوت، لأن هي مش بتمتص أي حاجة من الزيوت. زي ما انتم شايفين كده لو حطيتي زيادة بينطر. ده شكله طبعا بعد ما أنا عملت الفلافل، شكلها خطير جدا جدا والطعم حكايه. جربوها وهتدعولي. طبعا انا كده حطيتها كده، عملت 6 في يوم، وهوريكم الوجبه التانيه بقى ال6 التانيين في يوم. وطبعا زي ما انتم شايفين الشكل بتاعها روعه. وقدمتها على كذا، يعني انا مصوره لكم ال3 مرات اللي انا عملت فيها كوبايه العدس خطيره، وعملت كميه حلوه جدا. وبالاضافه الى الفوائد بتاعتها انا هنا حاطه طماطم وخيار وبصل مقطعه شرايح. وهنا وجبه تانيه. لو عجبتك الوصفه لايك وشير وتعليق حلو منك.